السلام عليكم. شفتوا انا بقيت مليونيره. بصوا انا غنيه اصلا. الغني هو الله. المهم، السلام عليكم. احنا دلوقتي في العشر ايام بتاع ذي الحجه بفضل الله وكرمه. اشتغلت كتير قوي قوي، ستر البيوت وصدقات واطعام وجزء عرايس وجزء علاج وجزء بامبرز. كان نفسي وكان يعني منى عيني اكمل 22,000 جنيه على ال 110 حالة. الحالات اهي مرتباها تمام. ال 110 حالة اللي انا شغالة عليهم، فللأسف ربنا ما كرمنيش غير بالله اكبر ما شاء الله، علشان برضو محدش يقول علينا. ربنا ما كرمنيش غير ب 14,000 جنيه. ف 14,000 اقسم بالله انا تعبانه جدا. عندي مشكله في الحديد بقى والفيتامين دي وسرعه الترسيب والانيميا وكده. فبس المهم هحكي لكم يعني واحنا بنعمل. فربنا كرم ب 14,000 بس انا مش هقف يعني. انا لسه عندي فرصه، لسه عندي بكره. المفروض ان فاضل لي حوالي 8,000 جنيه علشان اكمل اسر الغلابه. فاحنا هنعبي مع بعض الفلوس وهنقعد نرغي شويه. فالفكره انا كنت كل سنه هعطل الفلوس. كنت كل سنه بفضل الله وكرمه. انا بحب اللون الاخضر عشان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيحب اللون الاخضر، وبعديه على طول ابني بيحب اللون الاخضر. كل ظرف هيبقى فيه 200 جنيه. بصوا بقى الحالات بتاعتنا النهارده. بصوا والله اكبر، برضو الله اكبر. انا مش عايزه اقول ان هم 14,000 بس عشان حرام، انا عملت اكتر من كده. احنا عندنا حالات في السوهاج والقاهره والعجمي وقلنا مصر، في حالات كتير يعني. فالحالات دي بتاخد عن طريق البوسطه 17 حاله. فالنهارده خدوا رزقهم ما شاء الله، برضو مبالغ كبيره وحلوه يعني. فانا عايزه هنا الفلوس عشان تبان. فخدوا مبالغ برضو، كل واحده خدت الشهريه بتاعتها، واخدوا ناس خدت الشهريه بس اكتفيت بيها بصراحه، والشهريه كويسه برضو. وناس خدت اللحمه، حق اللحم تمام. المهم كان نفسي اذبح. انا بذبح كل سنه يعني، بقالنا 5 سنين بنذبح. فجيت على من السنه اللي فاتت ما بقتش عارفه اذبح خالص. اللحمه بقت غاليه والحاجات بقت غاليه. فقلت ايه للناس، اتصلت بيهم قالوا لي يبقى هم اتصلوا بيا، ناس ياما اتصلت بيا قالوا لي يبقى هتعملي ايه. قلت لهم هجيب فراخ. قالوا لي فراخ ايه يا بنتي، فراخ وعيد اضحى والكلام ده، انت هبله انت عبيطه كذا. فقلت لهم طب نعمل ايه. فقالوا لي نعمل. قالوا لي لا لحمه. فانا مش عارفه اجيب لحمه مستورده. كلاب الشارع عندنا اختفت اقسم بالله. كلاب عندنا في الشارع اختفت تماما. انا مش هتكلم عن الكلاب بقى واللحم عشان ربنا ما يحاسبنيش واكون بظلم الناس. راح قالوا لي مصممين على اللحم. فقلت لهم ايه، عندي فكره حلوه قوي. ايه يا هبه؟ قلت لهم تيجي نرميها في قلب او في حجر الحالات. قالوا لي بمعنى. قلت لهم احنا نديهم 200 جنيه نقسم البلد نصين، نديهم 200 جنيه وملناش علاقه وهم يتصرفوا وهو احسن من ما فيش. قالوا لي فكره عجبتكم؟ قالوا لي عجبتنا، كل افكارك احنا بنحبها. واتكلنا على الله واشتغلت على الفكره. بقالي بالظبط على الفكره دي بالظبط 10 ايام بالظبط. معرفتش اجمع اكتر من كده حقيقي والله نهائي. هعطل الفلوس عشان الناس تبقى فاكره ان احنا يعني عارفه كده ان احنا لينا حاجه مميزه. قلت لهم يا جماعه عجبتكم؟ قالوا لي ناس النبي من اول مره حد يديني ثقه في نفسي قوي كده. قلت لهم يلا بينا. وفعلا رحت جايه ايه، بدات بقى ايه الم الفلوس، 50 50 100 100 200 طلع عيني. والدكتور طالب مني ان انا ارتاح تمام، ونوجة صاحبتي طالبه مني ان انا ارتاح وانا ما برتاحش. انا هعلق دلوقتي قصدي هعبي الفلوس وهتصل بشويه ناس تيجي تاخد الحاجه. والساعه 9 بالليل والله العظيم نازله اركب محلول حديد بس. فكنت مفكراهم 300 طلعوا 200.
بس بصوا بقى، انا هحكي لكم قصه تعب. دلوقتي انا عامله عمليه ايه كبيره شويه، تمام؟ فما بقتش باكل، وانا الله اكبر يعني مجهودي، يعني من الناس اللي هي ايه بتعمل مجهود شويه. فكان مجهودي مثلا الله اكبر برضو 100% مثلا. فكنت بتعامل على المجهود ده وبعمل حاجات كتير وكده. فبعد كده مجهودي قل لدرجة 10%، ففضلت أنا ملتزمة بال100% بتوعي لحد ما خلاص لقيت قلبي هيقف يعني. تعبت جدا بقى ودخلت في مواضيع كبيرة وحاجات كتير، بس مكملة. مفيش مش عارفة احط بال فين. صحيح عايزة اقول حاجة، 30 نفر اللي بيعملوا لي لايك دول اهلي والله، كتر خيركم يا جماعة. فلازم الواحد يكتب عنوان ملهوش 30 لازمة علشان الناس تخش تعمل لي لايك. رحت بقول لحد نفسي قناتي تكبر، فقالوا لي ايه؟ ارقصي. يعني ايه ارقص يا جماعة؟ والله عايزة قناتك تكبر ارقصي، يعني ايه يا جماعة؟ فبالله عليكم شجعوني عشان اكمل. اصل انا بصوا الله اكبر برضو، انا ما بيأس وما بملش وما بزهقش. فشجعتوني ما شجعتنيش هنزل لكم فيديوهات. انا عارفه ان مفيش حد بيشوف فيديوهاتي، بس بصوا الجمال، الله اكبر برضو. يا وائل هو عارف. طب اهو معلش بهزر مع اصحابي، لازم اهزر معاهم شويه. المهم المصيبه بقى الكبيره يا جماعه ان انا عندي 110 حاله. ال 14,000 انا وزعت منهم 2000 وخلصت منهم، وخلصت من نص الشهريات. النهارده 17 فرد شهريات. فقلت ايه عشان الناس ما تفكرش ان دي هي الشهريات، لا، فانا هديها لهم النهارده ديت الحاجات دي. هدي جزء النهارده، طبعا مش هقدر اوزع كل ده. الله اكبر برضه، الله اكبر. المهم ايه، هوزع جزء النهارده وجزء بقى بكره ان شاء الله. هحاول اخلص بكره لازم. وايه تاني استنى هقول لكم، هوزع جزء كبير النهارده ان شاء الله وجزء بكره. وايه تاني نسيت، 30 نفر اللي بيشجعوني، كتر الف خيركم يا جماعه. والله ساعات ببقى عايزه اكتب ايه عنوان ملهوش لازمه خالص، بس الناس اللي هتخش هتبقى سيئه. انا عايزه الناس اللي تخش قناتي الناس النضيفه. اكتب مثلا ايه على الفيديو، فضيحه تامر حسني، فضيحه مش عارفه، من الناس اللي بتحب الفضايح عمرها ما هتخش على المحتوى كويس. برضه ما لازم الواحد يبص للاتجاهات. رقص في المطبخ هيخش مين غير الناس الوحشه؟ لكن اول ما اكتب اي حاجه فيها خير والله العظيم ما حد بيدخل خالص. بص يعني انا بقى فاضل لي حوالي 8000 جنيه. 8000 جنيه دول انا طبعا بثق في الله جدا جدا، ومفيش حاجه اتمنيتها ولا ترجيتها ولا بكيت لربنا سبحانه وتعالى الا لما خلصها. والله العظيم كل حاجه نسيت احط عطر، مفيش حاجه اتمنيتها الا لما ربنا خلصها لي وعملها لي. فعشان كده بصراحه يعني انا ايه هعطرهم كلهم بالمره عشان ايه فلوس فلوس استغفر الله العظيم يا رب، شبه محمد رمضان. المهم نخش في الموضوع، نقفل البتاع ده. يا رب الفيديو يعجبكم، حتى لو ما عجبكوش هنزل فيديوهات مش فارق معايا خلاص. انا واحده بايعه القضيه، ومش هرقص في المطبخ يا جماعه، ومش هلبس ضيق واعمل وشي كده، هتشوفوني غصب عنكم. بنت خالتي لما تشوفوا الفيديو ده هتضحك عليا. رندا الفيديو ده انا عارفه ان انتي لما تشوفيه هتضحكي عليا، وبرضه مش هعمل، فاستغفر الله العظيم يا رب. هتشوفوني غصب عنكم، هبعت الفيديو لاهلي عشان يعملوا لي لايك. بلطجه. المهم كنت بقول ايه، نسيت والله.
فاضل لي 8000. بصوا بقى، عمري في حياتي ما اتصلت بحد من الجمعيات وقلت له ساعدني. صح يا عم محمود؟ صح. ماشي، نخش بالازرق بقى شويه. عمري في حياتي ما اتصلت بيك يا حاج رفعت وقلت لك ساعدني الحقني نهائي. استنوا مني اتصالات. استاذ بهاء بيقول لي ايه، هبه انا ما تنسيش حالاتنا بقى والكلام ده. والمصحف ما عارفه اخلص حالاتي والمصحف. بس عشان قلت هقول لكم اي حاجه في الفيديو، بس والله العظيم انا مبسوطه. ايوه صح، عندي امل في النهارده. فاضل النهارده ممكن وانا بعلق المحاليل اكلم الناس تاني عشان اصحابي يعني يبعتوا تاني. وفي بكره الله مش يمكن حد يتصل بيا ويقول لي يا هبه فاضل لي 8000 عشان اراضي الحالات بتاعتنا. ممكن حد يقول لي يا هبه 8000 عندي ولا ايه؟ تمام؟ هتعملوا لي لايك ان شاء الله ان شاء الله. المهم يا جماعه، عايزه اقول لكم على حاجه. لاخر قطره في حياتي كده في نفسي هفضل اعمل خير حتى لو بموت. كل الناس اللي بتقولي ريحي وافصلي واعملي، ما انا بريح 3 ساعات ولا 4 ساعات وانا بحط محلول الحديد. هريح ايه اكتر من كده يعني؟ نحمد ربنا. بس شاركوا بقى معايا يا جماعه، والله صحابي شاركوا حبايبي. طولت صح؟ دخلنا في الخمسينات ما شاء الله. لا ده غيرها حلو. بصوا بقى، انا احكي لكم عن شغلي شويه، عن شغلي. بص انا بعمل ايه، بقول لاصحابي الاول بالذوق، بكون لطيفه كده، السلام عليكم عندنا حاله كذا 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 وعايزين نعمل كذا، وتشجعوا الفكره وتعملوا الفكره، واقول لهم الافكار في الواتساب وعلى الفيس والكلام ده. بعد كده ايه، في ناس بترد في ناس ما تردش. بعد كده اروح جايه داخله، يعني ايه يعني هتتبرعوش؟ يعني ايه ده؟ يعني ايه انت عليك كذا وانت عليك كذا وانت عليكي كذا وانت عليكوا كذا؟ فبدات اتعامل مع الناس بطريقه بلطجه. بس هم بقى ايه بيقولوا لي هبه، ايوه هبه شجعينا، انت كده بتشجعينا على التبرع. والله الحمد لله يا رب، الحمد لله. المهم في حاجه تانية كمان، انا شغاله على عرايس كتير قوي قوي. الايام اللي جايه هوريها لكم عرايس ادوات مطبخ، وفي واحده ادوات اوضه النوم، حاجات اوضه النوم، و2 سجاد او 3 سجاد. لا كتير كتير. الله اكبر، بقالي ما قلتش الله اكبر. ايه تاني، انا نفسي الفنانين تساعد معايا، نفسي والله. يعني انا عندي اصحاب فنانين على فكره، وعندي مخرج كبير بيساعد برضو، عندي ناس في المونتاج بتساعد، وعندي فنانين برضو بيساعدوا، وهم حبايب قلبي وهم عارفين نفسهم. بس عايزه ناس تانية كمان. على فكره الفنانين بيساعدوا كتير كتير والله العظيم. واللي مفكر ان الفنانين ما بتساعدش، لا بيساعدوا. بس انا عايزه بقى الناس التقيله اللي هي بيساعدوا كده في الحاجات التقيله دول. نفسي والله، علشان نشبع الناس ونراضي الناس تعبت وانا تعبت دلوقتي، حاسه ان انا بكلم نفسي، فاهمين؟ الفيديو طويل مش مشكله، 14 دقيقه مش مشكله برضه، مش مشكله. وربنا انا وراكوا لحد ما تحطوا لي لايك. خلاص مش هينفع اتعامل معاكم تاني بالهدوء، تمام؟ بصوا يا جماعه، بصوا. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. بصوا اظرف. الله اكبر. بس برضو ما يكملوش حلقه، كملوش لسه كتير والله، لسه كتير. على فكره في معايا فلوس تانية
بتاعت الشهريات، بس انا عشان ما خلطش الامر حرام. ما دي الزكاة، زكاة الناس اللي هم حابين يطلعوها. بصوا بقى، اي حد من اصحابي بيبقى عايز يتواصل مع اي حالة اخليه يتواصل معاها. اي حد عايز يقابل الحالات بخليه يقابل الحالات. بس لو مثلا ايه ستات، يعني لو رجاله مش كده او انا مش واثقه فيهم ما بخليهمش يقابلوا الحالات، ما لان حصل مواقف كتير مش لطيفه زمان يعني. وحد محترم جدا جدا فبتواصل مع حاله وعدى حدوده عليها. مش عدى حدوده، يعني هو طلب ان هو يتجوزها في السر يعني، وهيساعدها وهيعملها، بس عدى حدوده سافر، مع انه شيخ يعني محترم يعني، كان قدامنا شيخ ومحترم، بس هي الست كانت حلوه يعني. فللاسف الشيطان وحش صحيح. وانتم مفكرين ان الناس كده؟ والله العظيم والله العظيم احنا عندنا في شغل الخير والله العظيم شياطين ياما بيأذونا، والله كلنا شياطين ياما بتأذينا قسما بالله. في ناس كتير بتبقى شبه الشيطان كده، خازوق كده بيطلع لنا في النص لينا كلنا، تمام. بس ربنا ايه بيسترها وبيسهل لنا الطريق وبيجعل لنا الناس الحلوه في حياتنا. بندعي كتير والله. وانا والنبي اللي يعرفني يدعي اروح العمره وما ارجعش تاني. نفسي بقى اروح كده، اروح عند الرسول حبيبنا وشفيعنا، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله يا حبيبنا. اروح عند الكعبه واموت هناك. يا لهوي يا لهوي على الجمال، يا لهوي، دي احلى حاجه في الدنيا. اروح وما ارجعش تاني واموت كده وانا نقيه كده، واتدفن مع الشهداء مع الابرار ومع المتقين. يا ريت يا ريت. صحيح اصحابي اللي قابلتهم في فندق الجنادريه، الشيخ وفيصل وعباكي، يا عباكي والله العظيم وحشتوني، كلكم وحشتوني بجد. انا عارفه ان انتوا بتتابعوا على طول، الرسائل بتوصلني وبرد عليكم، حقيقي وحشتوني. يعني انا بتمنى اروح السعوديه تاني. يا لهوي يا لهوي على جمال السعوديه، يا لهوي، مفيش اجمل منها في الدنيا. يعني ايه يعني فعلا صدق اللي قال ان دي اجمل ارض في الدنيا، يعني دي اللي هتفضل منوره كده يوم القيامه، مدينه ومكه. يعني اللي هم دول اللي هيفضلوا زي ما هم كده منورين. يا لهوي، مكه وانا ماشيه خدت قلبي. انا مش عارفه ابطل كلام على مكه ولا عن السعوديه اصلا ولا على ناس السعوديه. حقيقي ناس السعوديه دول قمر جمال. انا لقيت هناك وانا ماشيه في مكه، بقت الناس، انا عارفه ان ربنا بيرضيني علشان شغلي، انا عارفه. بقيت ماشيه مع عمرو وعمو احمد وطنط زينب وطنط ساميه ونرمين، احنا السته ماشيين جنب بعض، الاقي الناس بتخبط على كتفي وتراضيني. فعمرو يقول لهم ايه، واحنا معايا والله. كانت الناس بتراضيني، كانوا بيتراضوا عشان انا فبقوا يمشوا معايا علشان يتراضوا. كانت الناس بتديني حاجات كتير واكل كتير والله العظيم، وفي ناس كانت بتديني فلوس. بقيت اقول لهم هو انا شحات يا جماعه، هو انا شكلي متسول وحاجات كده. وكنت باخد المواضيع بلطافه عشان انا كنت عارفه ان ربنا هيسخر لي اهل الارض تفرحني واهل الارض تراضيني. وحصل والله، زي ما اهل الارض طلعوني كده من عند ربنا كده، جابوا لي العمره كده. فكنت متاكده ان هناك هبقى مبسوطه وهبقى سعيده وهلاقي اللي يفرحني برضه. انا تعبت جدا، تمام. خلصت الفلوس، خلصت الاظرف اهي. كل اللي شارك وكل اللي هيشارك وكل اللي بيشارك، جزاكم الله خير الجزاء، جزاكم الله خير الجزاء، جزاكم الله الجنة ونعيمها. ربنا يجعل عملكم الطيب كله في ميزان حسناتكم. وأنا أسفة، اتفضل 150 مش هحطهم طبعا، هزودهم. وأنا أسفة لكل أصحابي اللي طلعت عينيهم حقيقي. أنا ما سبتكوش خالص، يعني ما ريحتكوش.
بس انا عايزه اراضي الناس، مش قادره، مش عارفه اراضيهم لوحدي. كتر الف خيركم وجزاكم الله خير، جزاكم الله خير. الف شكر لكل الناس اللي مشجعه فكرتي بدون من وبدون اذى. الف شكر لكل اصحاب البنات اللي تعبانين معايا قوي 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 قوي. الف شكر للشباب والبنات اللي هم راضيين بذني، راضيين حقيقي. في ناس كتير قريبه لقلبي، هم عارفين مستحملين ذني كتير، ومستحملين الكوارث اللي انا بعملها لهم. جزاكم الله خير، جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. كل اللي شارك وكل اللي بيشارك جزاكم الله خير. ربنا يحسن ختمتنا ويتقبل عملنا، ويجعل كل عمل صالح شاهد علينا، شاهد لينا مش شاهد علينا. ويا رب يا رب لحد ما اموت اكون انا بعمل خير، والناس كلها لما اموت ان شاء الله تشهد لي وتقول كانت حلوه، كانت بشوشه، كانت لذيذه، ما كسرتش بخاطرنا. وبحاول على قد ما اقدر والله ما زعلش حد. الحالات على فكره بيشوفوا الفيديوهات بتاعتي كلها، بيشوفوها وبيشوفوها على الانستجرام وعلى التيك توك اسفه، وساعات بيشوفوا على الفيس، وساعات بيشوفوا على الحلقه بتاعت الواتساب. وهم يعني كتر الف خيرهم، كلهم على راسي على فكره. يعني في اوقات حالات بتضايقني، يعني هم اللي بيكسروا بخاطري، اقول مش مشكله، بس المهم ان انا اكمل بدون من وبدون اذى. انا اسفه للناس اللي بضايقها، اصحابي المتبرعين دول بضايقهم عادي، مش مشكله، جزاكم الله خير طبعا. لكن احنا اصحاب نضايق بعض عادي، مفيش مشكله، هم عارفين نفسهم طبعا. لكن الحالات احنا ما نضايقهمش، لا الحالات هم اللي بيضايقوني، مفيش مشكله. هم في ناس منها بتكسر بخاطري، بس برضه بقول مش مشكله. تمام. انا قلت كلام كتير والله العظيم بدون ترتيب، معرفش. هكتب عنوان ملهوش لازمه علشان الناس تدخل. بس السلام عليكم. وهكمل ان شاء الله ال 110 حالة اهم. بس الفلوس يا رب تبان، بس الاظرف كل ظرف فيه 200 جنيه. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. جزاكم الله خير الجزاء، جزاكم الله خير الجزاء. لو في اي حد عايز يتواصل معايا هحط الايميل الانستجرام والتيك توك. ما بردش على رسايله تقريبا، او مش فاهمه فيه اصلا، مش حباه كمان. خلينا على الانستجرام. لو في اي حد عايز يتواصل معايا لحد ما اجيب رقم واحطه لكم في الرسائل. السلام عليكم. على فكره صحيح قبل السلام عليكم، اللي يعرف يعمل خير ولو ب5 جنيه اعمله، والله العظيم ربنا بيقبل القليل اكتر من الكتير. وعلى فكرة حاجة تانية مهمة قوي، قبل ما تعملوا خير دوروا على أهاليكم، على أختك وعلى أخوك وعلى خالتك وعمتك وبنت خالتك وبنت عمتك، والجماعة دول في عيلتكم هتلاقوا ناس واقعة. في ناس بتطلع للناس الغريبة والناسية اللي منها. ما ينفعش أبص على عيلتي الأول، الأقربون، بعد كده الخالات، بعد كده عيال الخالات، بعد كده عيال الخلان، بعد كده عيال العم، وبعد كده عيال العمة اللي هم مننا، وبعد كده طلع الغريب. ولو معاك كتير قسمهم، بس المهم نطلع اللي مننا الأول وبعد كده الغلابة. نصيحة يعني، بقول كلام مفيد والله.